هذا يا جماعة الخير مغترب له 4 سنوات في السعودية، والآن هو في منفذ الوديعة. طلب من كفيله يجدد له، وخرج المنفذ ودفع فلوس كامل حق ال4 سنوات على أساس يجدد له. قال تحرك، وصل هنا كفيله كان يغلق الجوال، ما يرد عليه إلا كل 3 أيام 4 أيام. الرجال ضار عقله، خلاه يجلس هنا في المنفذ أكثر من 2 أسبوع وما يرد عليه. للآن 2 شهرين وهو في المنفذ. الرجال ضار عقله، لا عاد قدر يتواصل لا مع كفيله، الآن مش بحسه ولا قدر يسوي شيء. اللي يعرف عن الشيء يعمل في الخير، يوصل عياله، يقدر يخرجه. شوفوا وضعه بالله عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل اللي وصلنا لهذا الوضع.